صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعواك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أزكى الأنبياء.
الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المضلل بالغمامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد
يا نبي الله يا رسول الله بالحق تعلوا وبغار حراء تألوا يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول طيبة الله جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره
بكثرة ترداد صلى الله حيث عليه أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه وجود ثقلان وتنتصر أسراره في الأكوان صلى الله فما من عليه سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله قد عليه. ترقى في الأصل على مقام وتنهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. العيون فيما جتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه. قد رعد رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله فصبح عليه. الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق ينور صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم هذه رحيم. البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. من الإيمان قواعد صلى الله عليه. من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه. عن الله ما أمره بتبليل خلقه من فرض صلى الله عليه. منة تقرب الله بها على البشر وما وصاها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز فيها عليه. في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال. صلى الله عليه. المصلي عليه به فينقص في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وصلي بوده وحبه أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القدير صلى الله عليه. النعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله فهو عليه. بيض التصوير
في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون صلى الله في الأشداد الكريمة والبطون صلى الله فما عليه من شرب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعم صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله عليه موضع استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قضت الكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة صلى الله حتى عليه برز بعلم الشهادة بشرا ذاك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراكب من هذه الحروف صلى الله عليه بينكم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب بذلك النور معروف صلى الله وإن كانت عليه الألسن الأدب بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف صلى الله تشريقا عليه للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا نور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا ضارب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن عليه أنزلي لا تذوي لما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه هذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا قدير يا غاية القصد والشان صلى عليك
واشجاني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد وشاني صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحياني لا يشرح الخاطر تذهب بكل أحزاني لا يشرح الخاطر تذهب به كل أحزاني يا فتيح الباب يا فتيح قصودي معاشاني لن نجود يا ربنا وافر قد عم قاسم عداني لك جود يا ربنا وافر قد عم قاسم عداني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحياني اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. صلى الله عليه إذا شرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل
تنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق في سند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمي التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت وحشوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يحيى البيت النبي يهل الصفا والمناجاة بخدمة حبكم يغفر بما قد تمنى في رضا الرب يمشي في صباحه وممساه يحصل مقالبه ومن كان يرجى كل ما أنا حبكم
يهنا 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 بالشفاعة من المختار في يوم القيامة بالحبيب المشفع لي لك القدر والجاه أدرك 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 علامة في قصيدة ومغنى سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه خبيري 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 نساي نساي ما عاد مغرب شدي والهاد عاشق
جاد يا مؤيد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومنذ عن قلبه هذه الذرة المكنونة والجوهرة المنصونة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ذور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروج صلى الله عليه متشوقة إلى التقاط بجواهر كنوز صلى الله وكل عليه دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقات أشرف البريات صلى الله عليه عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فضل الله في الوجود بجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروج هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام سلام
سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع النموذج فكل ما أعطاك الجمال يا شمس القمر يا نور العين الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس القمر يا نور العين حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد خير المرسلين يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي معتمدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي 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 يا حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين قرب والوضع هذا الحبيب اللهم صل عدد عليه. السماوات والأرضون ومن فينا بالترحيب وانظر الجود الإلهي على أهل الوجود تسجى وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه الحق حكم على من ندم الله عليه النعمة صلى من الله خواص عليه. الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركتنا في هذا السمات مات الممدود صلى الله عليه وعمرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه. من عون العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه من النور العنود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله الله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه على محمد على محمد
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiraki Rasulullah, pakarang ke Rasulullah. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقى في الحسن نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
سبيلي كي بي نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد. آمين يا رب. صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. أكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ذلك لشرفي عند الله أيدي القدرة وما بروزي إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد
عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت صلى الله عليه لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله اللهم صلى صل الله عليه. عليه وسلم وقع على يدي فاستل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك صلى الله قالت عليه. الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وأرجعت فلن أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق صلى الله قال عليه. فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمة السنة من عظيم المعجزات وبائر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Permintaan surat Fatihah untuk yang sedang sakit, Bapak Salim makin keadaan kritis. Innallaha yashfi shifaan ajilan la yughadiru saqiman wala alama. Ya rabbal bas shifaa anta syafi wa antal muafi. La shifaa illa shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ala hadinnya wa ala sallallahu hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الآمرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كأرس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك.
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا ودنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المؤاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.